السلام عليكم احبائي الاعزاء، كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم على خير. جيت شدي خاويين، جيت بوصفه ديال الطاجين ديال القرعه مكوره باللحم. كيف ما كتشوفوا في المقادير، عندي مطيشه، قزبر معدنوس، اللحم والثومه صحيحه، بطبيعه الحال الزيت. بالنسبه للتوابل عندي الملحه، البزار، زعفران، خرقوم، عندي سكنجبير والتميره. في الطاجين بعد ما غسلت مزيان اللحم، درت اللحم كما كتشوفوا، درت الثومه كما كتشوفوا صحيحه، ما مطحون ما والو، صحيحه كتلقاها صحيحه. ضفت مطيشه محكوكه، درت الملحه، ضفت عليها الابزار، ضفت سكينجبير، ضفت الخرقوم، شويه ديال التحميره خلاتها ماما غير كذبوا عليها بشويه، شفتوا ما درتش بزاف، شويه شويه. الزيت النباتيه قياس نتوما عينكم ميزانكم. صافي دابا شعلت على البوطه وغادي نخلط مزيان المكونات اللي درت باش الريقه ما تدخل في اللحم، ونقلي اللحم مزيان. دابا ضفت الربيع، قزبر معدنوس، ودابا غنخلي اللحم يتقلى مزيان هكا وطريقو. غنضيف عليه قياس الماء سخون ونسد عليه ونخليه يطيب. كيف ما كتشوفوا بعد ما اللحم دخلو طياب مزيان، غنضيف عليه القرعه ونخليهم يطيبوا مجموعين. كما كنعرفوا كلنا القرعه تطلق الماء، يعني ما نضيفوش الماء، هذاك الماء اللي كاين هو اللي غادي نطيبوا فيه القرعه، وغطلق مازال الماء وغنحاولوا نشربوه باش يجينا الطاجين واقف، ما يجيناش ميه. وانا كنستفاد القرعه كما كتشوفوا، وكنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. كما شفتوا انا ما كنديرش البصله في الطياب نهائيا، صوتو في القرعه كما شفتوا المقادير. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه وتعطوني الراي ديالكم. كل واحد كيفاش كطيب، كل واحد كيفاش تعلم. انا تبعت الطياب ديال الوالده ديالي الله يشافيه في هذا النهار، كيف ما هي تعلماتو من شده. المهم شي تيوري شي عندي تيبقى جايل تابع جايل. نتمنى هادشي ينال الاعجاب ديالكم. بعد ما استفت القرعه في الطاجين كناخذ اللول وكنديرو فوق القرعه باش القرعه كتاخذ الاقامه،
يعني كل كنعمرها بداك اللقامه كلها باش كتشرب حتى هي اللقامه، ما نخليوش بحال هكاك بيضه. نسد الطاجين ديالي ونخليها طيب، والنهار ملي طيب على خاطرها مرمره نقرب الطاجين نطو ليه البال. كيف ما كتشوفوا دابا ملي حليت الطاجين، شوفوا القرع شحال طلقات ديال الماء، طلقات بزاف ديال الماء، يعني ما خصنيش نخلي طاجين بحال هكا، خاصني نشربو باش تجي ديك المريقه واقفه. والقرع ما تجيش ما نطيبوش بزاف، طيب ولكن ماشي بزاف حتى تولي محلوله وميقفه ما يتكال، يعني نطيبوها وتبقى شاده راسها. كما كتشوفوا عاود خديت لاصوص وكنديرها فوق من القريعه باش كنبللها ما تجيش ناشفه، وتدخل في هذيك القامه اللي درنا تجي مذاق زوين. زيت البلديه اللي تنخليها هي الاخر، ونضيف هاد الكميه عينك ميزانك. زيت البلديه كتعطي حتى هي بنه. بطبيعه الحال غنزيد في الاخر الزعتر اللي كيعطي مذاق هائل بالنسبه للقرع، كيتواتى معاها بزاف، كيتواتى معاها بزاف. غندير القرع عفوا غندير الزعتر كله اللي حكيت في القرع، حكيها مزيان بهاد الطريقه هذه. ما نقولكمش على ريحه الطاجين كيفاش طالعه، باش هي تكون فيه. وغنبقى ندير بحال هاد الطريقه هذه لاصوص كالعاده، كنعاود نديرها لاصوص ديال زيت العود. بما ان درت زيت العود كنعاود ندير زيت العود فوق القريعه. هو الشكل النهائي ديال الطاجين كيف ما كتشوفوا. طاجين المرقه ديالو واقفه، حتى القرعه ما محلوله ما والو. طريقه كما كتشوفوا انا كنهز لكم باش تشوفوا، يعني ما ميه ما والو. تبقى فيه قطره ديال الزويته اللي درت والزويته ديال زيت العود، حس الماء ما كاينش فيها، والقريعه طيبه واقفه ما محلولاش. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. طريقه باش طيبت القرعه حتى هي تعجبكم. الى فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.